ايه ده؟ هو انتوا شيعة؟ شيعة؟ ليه؟ ما تعرفوش اصلا القطايف دي اصلا ايه؟ سلايس. اصلها ايه؟ بداية ظهور القطايف ظهرت في عهد الدولة الفاطمية. اه فالدولة الفاطمية لما بدأت إن هي تعملها عملتها في الأصول بتاعت الملوك، وبدأ إن الملوك هم اللي بياكلوا منها، واتسمت قطايف أصلا لأن الملمس بتاعها ناعم عامل زي القطيفة. بعد كده خرجت من الأصول بتاعت الملوك والخلفاء وبدأت إن هي تنزل لإيه؟ للشعب. الشعب بدأ يقتطفها من الصواني، يعني الطبق يعني ايه قدامي كده يقتطفها؟ ويروح واخدها إيه؟ بياخدها من الطبق بيخطفها. كده مرة. عشان كده بيخطفها. جه اسم القطايف. فعشان آه. كده ظهر اسم إيه؟ القطايف. القطايف. مم. تمام؟ تمام. فبداية ظهورها كان في عهد الدولة الفاطمية في مصر، وربطوها بإيه؟ بشهر رمضان، رمضان. كنوع من أنواع الحلويات اللي بتتاكل في شهر رمضان. مم. عشان كده قلت لكم وأنتوا شيعة ولا إيه؟ انت تعرف حكايه الكنافه اللي انت بتاكلها دي بقى ايه؟ والكنافه ليها حكايه؟ اه طبعا ليها حكايه. ايه حكايه حكايتها؟ الكنافه دي ظهرت في عصر الدوله الامويه، تحديدا في عهد الخليفه معاويه بن ابي سفيان. الخليفه معاويه بن ابي سفيان في نهار رمضان وهو صايم كان دايما بيحس بالجوع، ففي حد من الطباخين اقترح عليه نوع من الحلويات اللي هي تتعمل من العجين على شكل خيوط. اللي هي دي؟ بالظبط كده. وهنا ظهر اسم الكنافه. مم. طب ايه اسم الكنافه دي؟ معناها ايه؟ قال لك معناها كلمه كنافه يعني بتكنف، معناها مم. بتسد جوعك. فحد من الطباخين اقترح على الخليفه معاويه بن ابي سفيان ان هو ياكلها في السحور علشان خاطر تسد جوعه، ومن هنا ارتبطت الكنافه بشهر رمضان. كل احترامي للطباخ اللي اقترحها، والله كل احترامي ليه. الا انت قاعد تحكي ما تعرفش ايه حكايه الفانوس اللي انت ماسكه ده؟ هو كمان الفانوس ليه حكاية؟ مفيش حاجه في الدنيا ملهاش حكايه. اصل حكايه الفانوس ان مع دخول الخليفه المعز لدين الله الفاطمي لمصر كان بالليل وفي رمضان. بالليل وفي رمضان يعني عايزين حاجه تنور للخليفه وهو داخل، فما كانش قدامهم غير الفانوس، لكن ما كانش فيه كهرباء ولا نور، فجابوا الشمعه وحطوها في الفانوس وارتبط الفانوس بشهر رمضان. يعني كل الحاجات دي ارتبطت بشهر رمضان، سواء الحلويات او الفانوس او القطايف او الكنافه والقطايف. طيب بما اننا بنتكلم على حاجات ليها علاقه بشهر رمضان، كل واحد فينا بقى ان شاء الله السنه دي ناوي يصلي صلاه التراويح فين؟ انا عن نفسي اصلي في مسجد احمد بن طولون، وده ليه حكايه جميله جدا معايا. وانا اصلي في جامع الازهر، وده حكايته جميله جدا. وانا بقى الوحيد اللي اختلف عنه. ليه هتصلي فين؟ هصلي في جامع عمرو بن العاص. طب انت بقى اشمعنى تصلي في جامع الازهر؟ ايه حكايته اللي عندك؟ جامع الازهر من اقدم الجوامع في مصر. جامع الازهر ارتبط وجوده كمان بالدوله الفاطميه اللي كنا لسه بنتكلم عنها دلوقتي. اصلا الدوله الفاطميه بنت الجامع الازهر لنشر المذهب الشيعي. وده بعد ساعتها جوهر الصقلي للخليفه بيطمنه انه هيبدا ينشر المذهب الشيعي ما بين المصريين. ثانيه واحده بس، مذهب شيعي ايه اللي هيتنشر من الجامع الازهر اذا كان الجامع الازهر هو مناره الدين الاسلامي على المذهب السني للعالم كله دلوقتي؟ اي مكان بيتبني او اي حدث بيحصل بيكون له سببين، سبب ظاهري وسبب باطني. السبب الباطني لانشاء الجامع الازهر هو نشر المذهب الشيعي، لان الفاطميين كانوا شيعة والمصريين كانوا سنة، فعايزين ينشروا المذهب الشيعي وسط المصريين السنة. لكن مع دخول صلاح الدين الايوبي كان عايز يوحد المسلمين على المذهب السني، فبدخوله مصر تم تحويل الجامع الازهر للمذهب السني ونشر المذهب السني في العالم كله. بقول صح. طب ثواني بس، هو ازاي اصلا صلاح الدين دخل مصر اذا كانت اللي كان بيحكم مصر الدوله الفاطميه؟ صلاح الدين دخل مصر لان في اواخر عهد الدوله الفاطميه حصل صراع ما بين الوزراء، اشهرهم شاور ودرغام. حصل صراع بينهم، والصراع بيؤدي دايما ضعف الدوله. يعني انت قصدك ان الصراع اللي حصل ما بين الاثنين الوزراء دول هو اللي ادى لضعف وسقوط الدوله الفاطميه داخل مصر؟ طبعا. تمام. وانت بقى جامع احمد بن طولون اشمعنى؟ تعرف ان جامع احمد بن طولون اتبنى بفلوس حرام؟ نعم. زي ما بقول لك كده. والله العظيم؟ بعض المصادر بتقول ان احمد بن طولون لقى مجموعه من الاثار في جبل بيسمى جبل يشكر في حي السيده زينب. اصلا فبيقولوا ان هو اعتمد على فلوس الاثار دي في بناء الجامع، بس إيه الكلام ده غلط. انما ده المعلومه الصح بقى اللي عاوزين نوصلها ان احمد بن طولون اعتمد في بناء الجامع ده على خراج مصر، وخراج مصر دي اللي هي الضرايب. احمد بن طولون لما دخل مصر طلب من المهندسين ان هم يبنوا له جامع، فالمهندسين اقترحوا عليه ان هم هيبنوا الجامع وهيعتمدوا على 300 عمود. ايه 300 عمود زي ما سمعت كده. ليه؟ فطبعا احمد بن طولون
لما سالهم هو احنا هنجيب العواميد دي منين، قالوا له من بقايا الاثار والكنائس والاديره المهدومه، بس احمد بن طولون رفض. في واحد مهندس كان مسجون في احد السجون المصريه، المهندس ده كان اسمه سعيد بن كاتب الفرغاني، والراجل ده كان بيدين كمان بالديانه المسيحيه. لما سمع الحكايه دي كان عاوز يعمل حاجه تفرح احمد بن طولون ويفرج عنه ويطلعه من السجن. فطبعا سعيد بن كاتب الفرغاني اقترح عليه وقال له اللي احنا هنعتمد في بناء الجامع ده على عمودين بس، وقال له كمان ان احنا هنعمله بشكل يحميه من مياه الفيضان وكمان ما يتعرضش او يتاثر باي حريق يحصل في مصر. ازاي يعني؟ لان احمد بن طولون كان بيطلب منه ان هو عاوز يبني جامع ولا يتاثر بمياه الفيضان ولا يتاثر باي حريق يحصل في يعني البلد. لو غرقت مصر ما يغرقش ولا يغرق، ولو اتحرقت مصر ما يتحرقش ولا يتحرق. عندك دليل بقى على النص ده؟ عندي دليل. احمد بن طولون بيقول ايه؟ اريد ان ابني جامع اذا غرقت مصر نجا واذا احترقت مصر بقى. فطلب من سعيد بن كاتب الفرغاني ان هو يبني الجامع. فسعيد بن كاتب الفرغاني بدأ يفكر احنا ازاي هنعمل الجامع ده في مكان يكون بعيد عن مياه الفيضان. فاقترح مكان فوق هضبة جبل يشكر في حي السيدة زينب، وبنى الجامع فوق الهضبة دي. ده مش بس كده، ده كمان اعتمد في بناء الجامع على الطوب الأحمر، والطوب ده بيقول لك ان هو بيكون مقاوم لأي حريق، لانه اصلا بيدخل تحت درجه حراره مرتفعه جدا عشان يستوي. بالظبط كده. طب تعرف كمان ان سعيد بن كاتب الفرغاني ده كان بيدين بالمسيحيه؟ عملت مثال من شويه. طب طب وده ده يدل بيدل على ايه؟ الله ينور عليك. هي دي بقى الحته. ده بيدل على ده ايه؟ بيدل ان الشعب المصري منذ قديم الازل هو شعب واحد، سواء كان مسلم او مسيحي. ومفيش تفرقه بين اي حد مفيش وكلنا اي تفرقه، كله واحد. شعب واحد. بصراحه يا جدعان انتوا الاثنين القصص بتاعت كل جامع منكم حلوه، بس الجامع بتاعي دي قصه ثانيه خالص. جامع قصته إيه؟ ايه؟ جامع عمرو بن العاص. جامع عمرو بن العاص. قصته ايه؟ اشمعنى بقى؟ اول اول حاجه حاجه جامع عمرو بن العاص هو اول جامع يتبني في مصر وافريقيا بالكامل، لدرجه ان هو اتلقب تاج الجوامع. تاج الجوامع. غير كده بقى ان هو اصلا قصه البناء بتاعته ليها قصه جميله قوي. ايه هي؟ عمرو بن العاص لما حب يبني المسجد بتاعه في البدايه، كان المسجد ده علشان يتبني في نص الارض اللي هيبني فيها بيت بتاع سيده مسيحيه. السيده المسيحيه دي عمرو بن العاص عرض عليها انه يشتري البيت بتاعها باموال كتيره جدا، لدرجه انه عرض اضعاف ثمن البيت عشان يشتريه، الى ان السيده دي كانت رافضه ان تبيع البيت، لغايه ما السيده دي راحت تزور حد من قرايبها وسافرت من مصر اصلا. فساعتها عمرو بن العاص قدر انه يشتري البيت من ابنها وهد البيت وبنى الجامع، والست رجعت من السفر لقت الجامع اتبنى. صدمت باللي حصل. فساعتها الست اتضايقت وراحت للقساوسه اللي موجودين عندي هنا في مصر في الاديره، واقترحوا عليها ان هي تروح تعرض المشكله بتاعتها عند خليفه المسلمين اللي في الوقت ده كان عمر بن الخطاب. طبعا عمر بن الخطاب عندنا معروف ان هو ملقب بالفاروق، لانه قدر يحدد ويفرق بين الناس ويحكم بين الناس. فرق بين العدل. تمام. فعمر بن الخطاب لما السيده راحت وحكت له الموقف، وهي رايحه كانت واخده معاها الخادم بتاعها، راحت لعمر. عمر قعد سمع منها القصه بالكامل واقتص وتاكد ان كلام السيده صح، فبعت مع السيده رساله مكتوبه، يا اما بعض الكتب قالت ان هي كانت مكتوبه على جلد شاه، جلد شاه، تمام، وبعض الكتب الثانيه قالت على العظمه بتاعت الكتف، تمام. فالسيده خدت عمر بن الخطاب الدوره وراحت رمياه. طب ثواني يا استاذ عبد الرحمن، هو القصه دي او الرساله دي كان مكتوب فيها ايه؟ لا ده الرساله دي احنا هنتكلم مكتوب فيها ايه اصلا لما نتكلم هي رجعت في مصر وايه اللي حصل. تمام. الخادم اللي معاها خد الجلد او العظمه دي وشالها في الجراب بتاعه في الشنطه اللي كانت معاه. ولما رجعت السيده بدات ان هي القساوسه بيسالوها عملتي ايه عند عمر بن الخطاب؟ فقالت لهم ده انا رحت وحكيت له القصه وقعدت وفي الاخر اداني حته جلده وانا رميتها. ما اهتمتش بيه. ما اهتمتش، الى ان القساوسه ساعتها استغربوا، قالوا لها ده هي دي الرساله المهمه اللي مبعوثه لعمرو بن العاص. هي تقريبا ما تعرفش قيمتها، ما كانتش تعرف القيمه بتاعتها، عشان كده رميتها. فالخادم اللي كان معاها قال لها ثواني هي معايا، وراح مطلعها من الجراب بتاعه من الشنطه بتاعته وراح مديها للقساوسه. تمام. الست راحت ادت ساعتها القساوسه قالوا لها ارجعي لعمرو بن العاص واديله الرساله زي ما سيدنا عمر بن الخطاب امرها. راحت لسيدنا عمرو وقابلته وهو داخل الجامع عشان يؤدي صلاه العصر. فعمرو بن العاص بص للسيده اديته الرساله، عمرو بدا ان وشه ملامحه تتغير، وعمرو بكى ساعتها وقال لها جمله جميله جدا اللي هي قال لها اتمهليني ان اؤدي صلاه العصر ام اهدم المسجد الان؟
يعني تستنيني ادخل اصلي العصر ولا اهدمه اهدم دلوقتي؟ الجامع نفسه؟ طب ورساله زي دي تخلي سيدنا عمرو بن العاص يتحول للدرجه دي، يكون مكتوب فيها ايه؟ ايه رايك بقى ان الرساله دي كان مكتوب فيها اقل من 5 كلمات؟ 5 كلمات؟ دول وهل- يعملوا كل ده؟ كسرى فارس اكرم منك يا عمرو؟ بمعنى يعني هل كسرى فارس حاكم الفرس اكرم منك يا عمرو؟ ايه علاقه حاكم الفرس بمصر بالرسالة. بمسجد عمرو بن العاص بالرساله؟ حلو قوي السؤال ده. ليه بقى؟ مم. لما عمر بن الخطاب راح هو وعمرو بن العاص عشان يعرضوا الدين الاسلامي على حاكم الفرس، على كسرى الفرس، فكانوا عاملين احتفاليه هناك، وفي وسط ما الاحتفاليه دي شغاله فجاه وقف كل الموسيقى اللي شغاله وكل الاحتفاليه وقفت، وعدت سيده من القصر بالبهايم بتاعتها ودخلت من الباب الرئيسي للقصر وخرجت من الناحيه الثانيه. فساعتها عمر وعمرو سالوا كسرى فارس ايه اللي حصل ده؟ فساعتها كسرى فارس رد عليهم وقال لهم ايه؟ لما جيت ابني القصر بتاعي السيده دي بيتها كان في وسط القصر، تمام. فكان ليها طلب واحد، قالت له ان هي سيده مسنه كبيره في السن، وكل اللي عندها هي شويه البهايم دي بتحتاج ان هي تاخدهم الصبح تخرجهم يشربوا تعدي بيه وترجع تاني بالليل تدخلهم ايه؟ البيت. للبيت. البيت، فهيبقى عندها مشقه او تعب ان هي تلف حوالين لأن سور المسافة القصر كبيرة كله، طبعاً. لان هتبقى مسافه كبيره. صح. فكسرى الفرس قال لها ساعتها ايه؟ وقت ما تحبي تيجي الصبح تخشي وتعدي من القصر وتخرجي من الباب تشربيهم براحتك، ولما تيجي ترجعي تاني ترجعي من وسط القصر وتدخلي بيها تاني ايه؟ لبيتك. فساعتها السيده رفضت هدم المسجد، وده اللي سالته لعمرو زي ما انتوا سالتوا كده، ايه اللي مكتوب في الرساله يخليك تقول ان انا ههدم المسجد دلوقتي؟ علشان صح. كده بقول ان جامع عمرو بن العاص هو ليه قصه جميله جدا، دي حاجات ما كانش حد يعرفها ووضحناها. وده طبعا يعلمنا ان كل حكايه وليها اصل، واحنا هنا في اصل الحكاية.